بغرفة العمليات، صوت الأجهزة كان عالي، والضغط ينزل بسرعة. الدكتور قال بتوتر: إن الحالة خطيرة ولازم نتحرك فورا. فجأة المتشرد فتح عيونه ومسك يد الجراح بقوة، وصوته كان ضعيف بس كلماته ثقيلة. قال: دكتور، لو ما طلعت من هالعملية لا تخلوني أندفن بدون اسم. الجراح وقف لحظة، طالع بعيونه وقاله: إن شاء الله بتعيش، وأنا معاك للنهاية. المتشرد ابتسم ابتسامة تعب وقال: إن هلك لم سمعه قبل من ولده. الدكتور استغرب وسأله: ولدك؟ من هو؟ المتشرد قال وهو ينهج: ولدي كان دكتور. نفسك بالضبط. وبصوت مليان وجع كمل كلامه وقال: إنه كان يوما من الأيام إنسان طبيعي، عنده بيت وزوجة وولد. بس يوم مرضت زوجته وما كان عنده فلوس علاج، لف على الناس يطلب مساعدة، وكل الأبواب تسكرت بوجهه. مع الوقت ولده اختار شغله ومستقبله، وهو اختار الشارع، مو لأنه يبي، بس لأنه ما كان عنده خيار. الدكتور كان يسمع وهو يشتغل، بس عيونه لمعت بالدموع. فجأة الممرضة صرخت وقالت: إن النزيف يزيد. المتشرد شد يد الدكتور أكثر وقال: لو مت بلغ ولدي إني مسامحه. وقال له: إني كنت فخور فيه طول عمري، حتى وهو ما عرفني. الدكتور بصوت يرجف سأله: شلو أوصل له؟ شنو اسمه؟ المتشرد طلع بطاقة قديمة من جيبه المقطوع وحطها بأيدي الدكتور وقال: اسمه عبدال لله. الدكتور طالع البطاقة، شاف صورة طفل قديمة والاسم كامل مكتوب. يده رجفت، وصوته انكسر وقال: أنا عبدي لله. بهاللحظة الأجهزة صرخت. المتشرد ابتسم آخر ابتسامة وقال: كنت حاس من أول ما مسكت يدك. دقة واحدة، وبعدين صمت. الدكتور وقف مكانه، الدموع تنزل، وقال بصوت مكسور: سامحني يبا، تأخرت عليك. أحيانا ننقذ ناس ما نعرفهم، ونفقد أقرب الناس لنا. القصة ما خلص،